الرسالة دي جات لنا من واحدة اسمها منى. كل اللي عليا ان هوصل لكم الرسالة زي ما بعتتها لي بالظبط، من غير ما ازود حرف ولا نقص حرف. الرسالة دي بتقول: انا منى، وانا بسجل الكلام ده النهاردة عشان لو حصل لي حاجة تعرفوا الحقيقة. انا مش عارفة فاضل لي كام يوم، بس اللي شفته في البيت ده واللي لسه بيحصل لحد دلوقتي محدش هيصدقه. محمود ابني كان بيقول لي من زمان وانا مصدقتوش، كنت فاكراه بيتخيل. بس دلوقتي انا عارفه ان في حد تاني معانا في البيت ده مش طفل عادي. خليني احكي لكم من الاول، من اول ما الكابوس بدأ. كان شهر نوفمبر اللي فات، وانا ومحمود كنا لوحدينا في الشقه بعد ما جوزي سافر الخليج يشتغل. محمود عنده 4 سنين، طفل هادي بيحب يلعب لوحده في اوضته. اول مره لاحظت حاجه غريبه كانت بعد المغرب، كنت في المطبخ بحضر الاكل وسمعت صوت محمود بيضحك في اوضته، ضحكه عاليه قوي زي ما يكون في حد بيلعب معاه. دخلت عليه بابتسامه: تضحك على ايه يا حبيبي؟ بصلي وقال لي بكل براءة: أنا بلعب مع صاحبي يا ماما. صاحبك مين؟ قال لي ده، وشاور بإيده الركن الأوضة الفاضي. ابتسمت وطبطبت على دماغه: ماشي يا حبيبي، بس تعالى كل. في البداية ما خدتش بالي، أطفال كتير بيكون عندهم أصحاب من خيالهم. بس اللي كان غريب إن محمود كان بيوصف صاحبه بتفاصيل دقيقة جدا. كان بيقول لي اسمه آدم يا ماما، بيلبس جلابية بيضة ووشه أبيض أوي زي القمر. سألته: وكام سنة يا حبيبي؟ زي كده، بس هو ما بيتكلمش كتير، على طول يبص لي ويضحك بس. الأيام اللي بعد كده محمود بدأ يقعد ساعات كتير في أوضته وهو بيتكلم، مش بصوت عالي، ده كان بيهمس. أول مرة حسيت بالخوف لما وقفت قدام باب الأوضة وسمعته بيقول: لأ، أنا مش عايز، ماما كده هتزعل. سكت شوية كأنه بيسمع حد، وبعدين قال: طيب بس مرة واحدة بس، مش هنعملها تاني. دخلت عليه بسرعة: محمود، انت بتكلم مين؟ اترعب وبصلي وعينه كانت واسعة: ماما، أنا كنت بكلم آدم. آدم مش موجود يا حبيبي، دول لعب في دماغك. بصلي وهو زعلان: لا يا ماما، هو موجود، هو بيقولي إن حضرتك مش شايفاه عشان الكبار ما بيشوفوهوش. قلبي وقف لثانية، الطريقة اللي هو قال بيها الجملة دي كانت مش طبيعية أبدا. الليلة دي قررت أراقبه، حطيت موبايلي في الأوضة بتاعته وهو بيلعب وسجلت فيديو من غير ما أقوله. وبعد ساعة رجعت ودخلت أخدت الموبايل. محمود كان نايم في السرير مرهق من اللعب. قعدت في الصالة وفتحت الفيديو. في الأول كان عادي، محمود بيلعب بالعربيات بتاعته، بيحركها وبيعمل أصوات ببقه. بعد 10 دقايق وقف فجأة وبص ناحية ركن الأوضة، ابتسم ابتسامة عريضة وقال: آدم، جيت؟ بعدها قام ومشي ناحية الركن. الكاميرا كانت متثبتة على الرف، فكنت شايفاه من بعيد. وقف قدام الحيطة ورفع ايده كأنه ماسك ايد حد، ومشيوا مع بعض في دايرة وفضلوا يلعبوا. بس الكاميرا ما كانتش مصورة غير محمود، مفيش حد معاه. بعد شوية محمود وقف فجأة وبص ناحية الكاميرا، مش بص عليا، بص على الكاميرا بالظبط، وهمس بصوت واطي: ماما بتتفرج. وساعتها بالظبط الكاميرا اتقفلت لوحدها. الموبايل كان لسه شغال، بس الفيديو وقف عند اللحظة دي. الليلة دي ما قدرتش انام، قعدت في اوضتي وسبت نور الصالة مولع. كل شوية كنت اسمع اصوات، حركة خفيفة زي خطوات طفل صغير على السيراميك. بصيت على الساعة، كانت 3:15 الفجر. فجأة سمعت صوت محمود بيعيط. جريت على اوضته ولقيته قاعد على السرير وبيصرخ: لا، لا، سيبني. حضنته قوي: مالك يا حبيبي؟ مالك، في ايه؟ كان بيترعش جامد ودموعه نازلة: ماما، آدم آدم كان عايز يشدني معاه، كان عايز نخرج من الشباك. بصيت على الشباك، كان مفتوح، أنا متأكدة إني قفلته قبل ما أنام. الصبح وأنا بنضف أوضة محمود لاحظت حاجة غريبة على المراية الصغيرة اللي على الدولاب: بصمات إيدين صغيرة، بس مش بصمات عادية، كانت باردة. المراية كانت فيها بخار حوالين البصمات، زي لما حد يحط إيده على إزاز بارد. بس الأوضة كانت دافية. حطيت إيدي على البصمات، كانت متلجة. ساعتها فهمت إن في حاجة حقيقية بتحصل.
قررت أسجل لمحمود كل يوم عشان أشوف لو في حاجة غريبة. يوم الخميس صورته وهو بيلعب في الصالة، كان واقف جنب الكنبة بيبتسم. بعد ما صورته دخلت المطبخ بعد 10 دقايق، فتحت الصور وقلبي وقف. في الصورة كان في طفل تاني، طفل صغير لابس جلابية بيضة واقف جنب محمود. وشه كان باهت أبيض، وعينه كانت سودة تماما. كان ماسك إيد محمود. صرخت من غير ما أحس والموبايل وقع من إيدي. محمود جه جري سألني مالك يا ماما؟ محمود، في حد كان معاك دلوقتي؟ أيوة يا ماما، آدم هو لسه هنا. وشاور على الكنبة الفاضية. اتصلت بشيخ كنت أعرفه وحكيت له كل حاجة. جه البيت تاني يوم، قرأ قرآن في كل أوضة، بس لما دخل أوضة محمود وقف فجأة، بص حواليه، جسمه كله اترعش. قال لنا في حاجة هنا. قلت له حاجة ايه يا شيخ؟ قال مش عارف بالظبط، بس الطاقة هنا مش طبيعية. الطفل ده ابنك بيشوفه فعلا؟ قلت له يعني ايه؟ الشيخ سكت شوية وبعدين قال بصوت واطي، في ناس معينة بيشوفوا حاجات احنا مش بنشوفها. الأطفال أكتر حد عندهم الحاسة دي، ولو الطفل ده اللي هو آدم مش من عالمنا لازم تبقي حذرة جدا. قالت له واعمل ايه؟ خليكي قريبة من ابنك، ما تسيبهوش لوحده ابدا، واقري قرآن كتير في البيت وربنا يستر. الليلة دي كل حاجة اتغيرت. كنت نايمة جنب محمود في اوضته، فجأة صحيت على صوت ضحك الطفل، بس مش محمود ابني. فتحت عيني بسرعة ولقيت محمود واقف جنب السرير وبيبص على حاجة قدامه. قلت له محمود، ما ردش عليا. قمت وقفت ومشيت ناحيته، وساعتها شفته. كان في ظل صغير على الحيطة، ظل طفل، بس مفيش حد واقف. مش عارفة الظل جاي منين، والظل كان بيتحرك لوحده وبيشاور على محمود. صرخت بكل قوتي، اقرأ معايا يا محمود، قول آية الكرسي. بس محمود اتحرك ناحيتي ببطء، وعينه كانت فاضية، مش فاضية زي ما يكون نايم، لأ، فاضية كأن روحه مش موجودة. وقال بصوت مش صوته، ماما، آدم عايزني أروح معاه، عايزني أسيبك. حضنته بكل قوتي وفضلت أقرأ قرآن وأصرخ لحد ما عينه رجعت طبيعية، وفضل يبكي بكى شديد وحضني. بس الليلة دي محمود بقى ما يتكلمش كتير، وبالليل لما يصحى بيفضل يبص على الشباك ويقول لي بهدوء، آدم لسه بره يا ماما، مستنيني. وأنا والله العظيم لما ببص على الشباك بشوف ظل طفل صغير واقف في الشارع وبيبص علينا. ولو سمعتوا الكلام ده وعندكم طفل بيتكلم عن صاحب خيالي، ما تتجاهلوش أبدا، لأن ممكن يكون حقيقي. لو لسه بتفكر إن الخيال مش حقيقي، يمكن لازم تراجع نفسك. اشترك دلوقتي عشان تسمع الحكاية الجاية قبل ما تسمع صوت وراك.